أحلى عالم بالعالم. اليوم راح أحكي لكم عن شخص يدعى عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ من مدينة صنعاء اليمنية. هذا عبد الله كان يهودي، ومع الأيام اعتنق الإسلام. لماذا؟ حتى يكيد المكايد لهذه الأمة الإسلامية العظيمة. طبعا كان عبد الله بن سبأ أيام فترة خلافة سيدنا عثمان بن عفان، وهو الذي ادعى الألوهية لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو مؤسس الفرقة السبائية، وهي أصل فكرة التشييع والشيعة، وهو أول من أظهر الطعن واللعن والشتم للصحابة، خصوصا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليهم جميعا. وهو عبد الله بن سبأ اليمني هو مشعل الثورة على سيدنا عثمان بن عفان، والسبب في وقوع معركة الجمل بعد ذلك إنه اليهودي عبد الله بن سبأ الذي اعتنق الإسلام وتحول من اليهودية إلى الإسلام بحجة أنه ناصر للإسلام، لكن مع الأسف الشديد هو من حاكى المكائد والمصائب لهذه الأمة العريقة. أنتوا أحلى عالم بالعالم، تابعوني. تحياتي لكم جميعا.